بيبدأ مسلسلنا يا صديقي بشخص اسمه ويل جرام، عمي وعمك وعم الدنيا كلها، وهنعرف ليه في أحداث المسلسل. بنشوف ويل جوه بيت وبيقتل أول شخص يقابله وتسبب له في قطع شريان معين كده عشان يموت بالبطيء. وهو قاصد يعمل كده يا صديقي عشان يخلي الشخص ده يشوف مراته وهي بتتقتل، وفعلا بيضرب النار على رقبة مراته وتسبب لها في الشلل مؤقت لحد ما تموت. للوهلة الأولى كده يا صديقي هتفتكر إن ده مجرم، ولكن في الحقيقة ده مش مجرم. خلينا أعرفك أكتر عن ويل جرام. ويل ده كان شغال عميل خاص مع الاف بي اي، وعنده قدرة تكاد تكون خارقة كده، وهي إنه بعد حدوث أي جريمة بيقدر إنه يتخيل إيه اللي حصل بنسبة 99.9% عن طريق إنه يتخيل نفسه مكان القاتل أو السفاح، وده اللي شفناه من شوية. عايز أقول لك إنه برغم القدرة دي وبرغم ذكائه الرهيب إلا إنه عنده نسبة من التوحد والجرائم اللي كان بيحلها وبيتخيلها دي كانت بتأثر على نفسيته جدا جدا جدا، وبيحلم بكوابيس مزعجة. وبسبب كده هو بطل يشتغل في الشغلانة دي وبطل يحقق في الجرائم ويشتغل في الاف بي اي. وكل اللي بيعمله دلوقتي ان هو بيدي دروس عن تحليل الجرائم في أكاديمية تابعة للاف بي اي عشان يبقوا شاطرين في تحليل الجرائم. بكده احنا عرفنا مين هو ويل جرام، ولسه هنعرف اكتر قد ايه هو ذكي وبارع في تخيل وحل الجرائم. حاليا بقى بيكون ويل بيشرح اللي حصل في الجريمة للطلاب، وبيجي له جاك وده يبقى شغال في الاف بي اي ومتخصص في علوم السلوكيات. بيقول جاك انه محتاج مساعدته، وبيعرفه ان في 8 بنات من 8 كليات مختلفة من ولاية مينيسوتا اتخطفوا. غريب ان كلهم مشتركين في لون الشعر والجسم والطول والوزن والبشرة، وحتى كلهم كانوا نفس العمر. ده غير ان اللي بيخطفهم كان بيخطفهم يوم الجمعة. ده جيسون ده ولا ايه؟ المهم كان بيختفوا من الجمعة عشان ما حدش يعرف يبلغ او يعمل محضر لحد يوم الاثنين. واما بيوصلوا مركز الاف بي اي بيوري له جاك صورة البنت اللي اتخطفت، فبيقول له ويل انهم هيبداوا من عندها، لان لو في حد عايش من البنات دول فاكيد هتكون هي، وما لحقش انه يموتها. فعلا بيروحوا عند بيت اهلها، اثناء ما بيتكلموا مع اهلها بيتخيل ويل اللي حصل وهو واقف كده، بيروح يقول لجاك ان اللي خطفها من هنا. فبيستدعي جاك بقية الفريق عشان يجوا يشوفوا الدنيا، وبيروح ويل الأوضة مع أبو البنت اللي اتخطفت، وبيتفاجئوا كلهم أما بيلاقوها على السرير جثة هامدة وغرقانة في دمها. وأما جاك بيتخيل اللي حصل بيعرف إن القاتل خلق البنت دي وقتلها على السرير. بعدها بيوصل باقي فريق جاك، وواحدة منهم واللي اسمها بيفرلي بتقول لهم إنها لقت قطع من قرون غزال كده في الجروح اللي في الجثة. فبيقول لهم ويل إن قرون الغزال بتساعد على استشفاء بشكل سريع، وإن القاتل ده لسبب ما كان ندمان إنه قتلها، وإنه رجعها على سريرها تاني كأنه بيعتذر عن اللي عمله. المشكلة إن القاتل ده شكله مختل جدا وهيقتل ضحية تانية. بيروح جاك بيته في فيرجينيا وبيقابل في الطريق كلب تايه كده تقريبا، ولأنه بيحب الكلاب بياخده معاه وبيحطه مع بقية الكلاب اللي عنده. وهو نايم بالليل بقى بيتخيل إن جثة البنت اللي ماتت نايمة جنبه وبتطير، وبدأت الكوابيس ترجع له تاني. تروح بيفرلي المعمل بتلاقي زي شظية كده بتاعت معدن أو قطعة حديد صغيرة جدا في فستان الجثة، برغم انها قد ايه صغيره يا صديقي الا ان مفعولها هيبقى كبير. نشوف بعدها بنت نازله من العربيه وبتسلم على عامل في مصنع مواسير كده، وخليكم فاكرين البنت دي عشان هنشوفها قدام. وقتها بيقابل جاك دكتور بلوم، والقمر دي تبقى الدكتوره النفسيه اللي كانت مسؤوله عن حاله ويل، وزي ما تقول كده هي بتحبه نوعا ما. بيطلب منها جاك تقف جنب ويل وتعرفوا ان الجرايم اللي بيحلها دي مش هتاثر عليه سلبيا لاننا محتاجينه معانا جدا. فبتقول له انها موافقه لانها بتهتم بيه، بس ما خلوش يقرب من الجرايم اكتر من لازم ويتعامل من بعيد بس عشان ما يتأثرش. فبيوافق جاك. شوف بعدها ويل مع فريق جاك اللي بيحللوا الجثة ومستغربين الجروح العميقة اللي في جسمها دي. بيتخيل ويل وبيعرف انها كانت متعلقة على قرون غزال، وكل بيستغرب اما بيعرف كده. بيستغربوا اكتر لما بيلاقوا ان القاتل شال كبدها ورجعه مكانه تاني. الله، طب ليه شالوا من الاول؟ بيقول لهم ويل ان اكيد في مشكله في لحمها لانه شكله بياكلهم او حاجه شبه كده. فعلا بيعرفوا ان كان عندها سرطان في الكبد، عشان كده القاتل ما كانش ينفع ياكل الكبد بتاعها، فبالتالي رجعوا مكانه. بنشوف بعدها بقى عمنا هانيبال. خلينا نقول لك كده كام حاجه عن هانيبال. هانيبال ده صديقي طباخ شاطر جدا جدا جدا، وكان دكتور جراح، ولكنه ساب الجراحه واشتغل دكتور نفسي. حاليا بقى هو بيتكلم اكتر من لغه، وبيعرف يجيد فنون القتال بشكل كويس جدا، وذكي جدا جدا، ومعاه فلوس كتيره جدا، وحلم كل بنت الصراحه. ولو انت فاكر ان انا حرقت لك شخصيه هانيبال فانت لسه ما تعرفش حاجه. هنشوف واحده واحده. حاليا بقى بنشوف هانيبال وهو بياكل وبيحضر نفسه لاستقبال مريض نفسي اسمه فيكتور، وعايزك تفتكر برضه فيكتور ده عشان ممكن يظهر لنا قدام كده في نص المسلسل. المهم بيروح له جاك وبيعرفه بنفسه وبيقول انه محتاج مساعدته في تقييم نفسي لانه دكتور موهوب. والدكتوره النفسيه الويل اللي كان اسمها بلوم اللي شفناها من شويه هي اللي رشحت هانيبال لجاك. بالمناسبة هانيبال كان المدرس بتاع
دكتور بلوم. وطبعا لانه جاي تبع بلوم بيوافق هانيبال على طول. تاني يوم بيكون هو وجاك وويل في الاكاديميه، وبيقول جاك لويل ان دكتور هانيبال هيشتغل معانا في القضيه عشان يحلل شخصيه القاتل، وده هيساعدنا جدا. اما بيلاحظ ويل من كلام هانيبال انه بيقيمه هو نفسيا وبيحلل شخصيته، بيتضايق وبيمشي. بعدها بنروح لجريمه قتل ثانيه في ولايه مينيسوتا. المره دي القاتل كان حرفيا راشق جثه بنت اسمها كاسي على قرون غزال وواخد الرئه بتاعتها. بيقول جاك لويل ان الحكومه قالت انهم شاكين ان القاتل يبقى سرد مينيسوتا، والسرد ده لقب لطائر بيرشق او بيخرم جسم الفئران او الضحيه وبياخد اعضائهم او بيحتفظ بيها، كل ما يحب ياكل منهم بياكل. الفكره هنا بقى ان ويل بيقول لهم ان ده مش نفس المجرم اللي خطف او قتل البنات الثمانيه التانيين، لان المجرم اللي انتوا بتسموه سرد مينيسوتا ده تقريبا عنده بنت في نفس عمر البنات اللي قتلها، والبنت دي زي ما تكون يعني هتبعد عنه. هو مش متقبل الفكره دي، فبالتالي بيخطف بنات في نفس عمرها وشكلها. اما بيخطف بنت وبيقتلها بيستخدم كل اعضاء جسمها في حاجه، لانه شايف ان هو كده بيكرمهم. اما بقى لو قتلها عشان ياخد منها عضو او اتنين بس، فيحس بالذنب بسبب اللي عمله ومش هيسامح نفسه. كمان هو لو قتل بنت ما بيسيبهاش في العالم كده، هو عنده بيت او اتنين، كمان ممكن يكون عنده كوخ واتنين بياخد فيه جثث البنات اللي بيقتلها. ده معناه ان في قاتل تاني، قاتل مقلد يعني، بيحب انه ياكل اللحم البشري وخصوصا الستات، عشان كده هو خد الرئه. وقتها بنشوف هانيبال وهو بيقطع في رئه بتاعه شخص كده، واكيد هو اللي قتل البنت دي. خلينا ما نسبقش الاحداث. تاني يوم بيروح هانيبال لويل وبيقول ان هما الاثنين هيكملوا تحقيق في القضيه النهارده، لان جاك مشغول. وبيقعد مع ويل وبيكون معاه اكله الخاص بيه، وبياكل منه ويل وبيعجبه طعم اللحمه جدا جدا جدا. بيروحوا بعدها لمصنع مواسير، وبيقول ويل لهانيبال انهم لقوا شظيه معدن كده، وهم دوروا على نوعها والاماكن اللي بتصنع من النوع ده، لقوا المصنع ده هو وكذا مصنع تاني يعني. فبيخشوا على المصنع ده وبيخشوا المسؤول عن ملفات العمال، وبيدوروا في الملفات. بيلاحظ ويل ان في شخص اسمه هوبز حاطط رقم تليفون بس، هو مش حاطط العنوان زي باقي العمال، وبقى له فتره ما بيجيش وبياخد اجازات. فبيسال الموظفه هل عنده بنت عندها 18 سنه مثلا وجميله كده وشعرها بني، فبتقول له انها ما تعرفش حاجه عن العمال. فبيقرر ويل ان هم يروحوا لحد بيته عن طريق رقم تليفونه الارضي. فبيستغل هانيبال انشغالهم وبيرن على هوبز، فبترد بنته، وبعدها بتدي تليفون لابوها وبيحذروا ان هم عرفوا كل حاجه عنه وجايين يقبضوا عليه. يا ترى ليه هانيبال عمل كده؟ ما نعرفش الصراحه. المهم بيروحوا فعلا البيت وبيلاقوا هوبز دابح مراته وقفل الباب، ومراته بتكون خلاص ماتت. اما ويل بيدخل بيلاقيها هيقتل بنته، وكمان قبل ما يذبحها بلحظه بيضرب ويل طلقه في كتفه، فبيجرح رقبه بنته جرح مش عميق قوي، وبيكمل ويل ضرب رصاص وبيضربه تقريبا 10 طلقات. تيجي الاسعاف وبياخدوا بنت هوبز واللي يبقى اسمها ابيجيل وبيودوها المستشفى وبيلحقوها، ولكن كانت في غيبوبه. بعدها بنشوف جاك بيصحي ويل عشان يوريه الكوخ اللي لقوه واللي اكتشفوا ان هو بتاع هوبز، وده المكان اللي بيستخدمه عشان يقتل فيه البنات. اول ما بيخشوا بيلاقوا المكان مليان قرون غزلان، وكمان بيلاقوا غزاله مقتوله. وجاك بيقول لويل ساعتها تفتكر انه قتل ال8 بنات دول لوحده؟ فهو بيقول له مستحيل انه يخطف البنات دي ويقتلهم وياخد اعضائهم من غير ما يسيب وراه ولا دليل، عشان كده اكيد في حد بيساعده. لما جاك بيقول له مش يمكن تكون بنته هي اللي بتساعده، ويل بيقول له ان غالبا مش بنته هي اللي بتساعده، وانه حد تاني مضطرب نفسيا زيه كده. فجاك بيقول له ان لما سأل الجيران قالوا له عن مكان الكوخ ده، وكمان قالوا له ان بنت هوبز كانت بتيجي معاه الكوخ ده وكان بيعلمها الصيد. وفي وسط هما بيتكلموا بيلاحظ ويل شعرايه لونه احمر وقع على الارض، وده معناه ان كان في حد موجود هنا قبلهم. وفعلا بعدها بنشوف بنت شعرها لونه احمر كده معاها صور لمكان الكوخ بالكامل من جوه، وهنعرف كمان شويه مين دي بالظبط. حاليا بقى بيروح ويل يشرح القضيه للطلاب، وبيجيله جاك ودكتور بلوم، وبيقول جاك لويل ان دكتور بلوم مش هتكون مسؤول عن تقييمه النفسي خالص، وان اللي هيقيمه دلوقتي هو دكتور هانيبال. ولما بيرفض ويل وبيقول لهم ان هو كويس، بيقول له جاك ان اخر مره استخدم مسدس ضرب هوبز 10 طلقات بدون داعي، المفروض كان هي طلقه واحده ولا 2، وان المفروض انه ما كانش استخدم مسدس قبل كده. بعدها بيروح ويل فعلا عند هانيبال وعلى طول بيديله هانيبال التقييم النفسي بتاعه، وبيقول له ان انت متزن عقليا ومؤهل لحل الجرائم. وما تعرفش هانيبال عمل ليه كده، تقريبا عشان ياخد ثقه منه يعني، ويبقى في ثقه بينهم، ما تعرفش. بعدها بنشوف 3 اطفال في الغابه وبيتفاجئوا بوجود كارثه، وهي ايد متعفنه وخارجه من تحت الارض. الكارثه الاكبر انها ما كانتش جثه واحده، دول كانوا 9 جثث يا صديقي. فبيروح جاك وويل وباقي الفريق المكان عشان يخرجوا الجثث دي، وبيكتشفوا حاجه غريبه جدا، وهي ان الجثث دي مدفونه في سماد عضوي، وان اللي دفنهم وهم عايشين، وكمان كانوا موصل لهم محاليل كده في الوريد عشان تغذيهم، وده كله ادى الى تكون الفطريات في جسمهم بالكامل. بعدها بتشوف البنت اللي شعرها احمر وهي بتصور مسرح الجريمه، وبتكلم واحد من المحققين على انها ام طفل من الاطفال اللي لقوا الجثث، وبتفضل تسحبه بالكلام كده يعني، وبتساله عن ويل، فبيقول لها ان هو مستشار خاص في المباحث الفيدراليه،
وساعتها بيفضوا مسرح الجريمة كده لويل عشان يبدأ يتخيل اللي حصل. هو بيتخيل إنه مكان القاتل وهو دافن الجثث في توابيت كده خشب، وفي الحقيقة هم مش جثث لأنهم كانوا لسه عايشين، بس كانوا فاقدين الوعي، وبيكمم بقهم كده وبيوصلوا بخرطوم وبيوصل محاليل وردية في إيديهم عشان يغذيهم والفطر ينتشر في جسمهم. والغريب إنه بيتخيل جثة هوبز وما بيقدرش يكمل اللي بيعمله. وصدقني يا صديقي ده دليل قاطع على إن تحليل الجرائم بيأثر عليه نفسيا. فجأة كده واحدة من الجثث كانت لسه فيها النفس ومسكت إيد ويل. بعدها بيروح لهانيبال وبيقول له على اللي حصل، فبيقول له هانيبال إن دي مجرد هلوسة وإن وجود هوبز ده هيروح مع الوقت. وبيفضلوا يكلموا شوية عن اللي حصل ده، وبنلاحظ إن البنت اللي شفناها من شوية بتسجل كلامهم. وبعد ما بيمشي ويل بيستقبلها هانيبال، وبنعرف إن اسمها فريدي لاونز وشغالة صحفية وبتحب الفضايح لأن ده أكل عيشها. وأما بيعرف هانيبال إنها جاية عشان ترغي وتاخد منه معلومات بيقول لها إنه مش فاضي، وبياخد منها الشنطة. وبيعرف إنها كانت بتسجل له هو ويل، فبيخليها تمسح التسجيلات. وبيقول لها إن أسلوبها ده ما فيهوش ريحة التربية حرفيا، وما ينفعش إنها تتجسس على حد، وفي النهاية مش بتستفاد منه بأي حاجة خالص. بعدها بيعزم هانيبال جاك على العشاء، هو بيكون عامل له لحمة خنزير وبتعجب جاك جدا جدا جدا، ولكنه ما يعرفش إنها لحم بشري أصلا. وبيتكلموا شوية عن حياة ويل، وبيتصاحب جاك على هانيبال أكتر وأكتر. بنروح بقى لفريق الطب الشرعي وهم بيحللوا الجثث اللي لقوها مليانة فطر. وبيقول لهم ويل إن الناس دي ماتت بزيادة نسبة السكر في الدم، مش بسبب تكون الفطر ولا حاجة. يعني هو كان بيرفع لهم نسبة السكر وبيقلل الأنسولين لحد لما بيفقدوا الوعي، وبعدها بيدفنهم وبيمدهم بالسكر عن طريق المحاليل عشان يغذي الفضلات اللي حطها في جسمهم عشان يزرع الفطريات بالشكل ده. وبيقول لهم انه اكيد ده شخص بيفهم في الطب جدا عشان يعمل كل ده. بعدها بنشوف واحده بتسال عن دواء سكر معين كده، والعلاج ده بيقلل نسبه السكر في الدم. بنشوف الصيدلي ما بيديهاش نفس العلاج اللي في الروجيتا، وبيديها علاج بيعمل نتيجه عكسيه، يعني بيرفع لها نسبه السكر وبيخليها تمضي على الروجيتا وتكتب بياناتها وعنوانها عشان دي سياسه المكان. بنلاحظ ان تصرفات الصيدلي ده غريبه شويتين ثلاثه، واكيد عرفتوا دلوقتي مين اللي قتل ال9 جثث وزرع جواهم الفطر. حاليا بقى بنشوفه بيعمل نفس الحوار مع مريضه تانية. وقتها بتيجي الاف بي اي وبيقول جاك لويل ان في 10 مريضات بالسكر اختفوا، وكلهم كانوا بياخدوا وصفه طبيه من صيدلي هنا اسمه ستامز، ولكنهم اول ما بيسالوا عليه بيعرفوا انه لسه ماشي حالا. فبيسال جاك عن مكان عربيته لانه اكيد ما لحقش يهرب بيها يعني. بيروح عندها وبيكسر الازاز وبيفتح شنطه العربيه وبيلاقي جوه بنت حواليها تربه كده ومتوصل ببقها خرطوم كان لسه فيها الروح، وبيلحقوها. بعدها بيلاقوا اخبار على موقع اسمه ثرثرة.com كاتباه فريدي لاونز لان ده الموقع بتاعها. المهم مكتوب ان الاف بي اي مش بس بتقبض على المرضى النفسيين، لا ده كمان بيتشغلهم عندهم براتب مغري جدا ما يقدروش يرفضوه. وطبعا هي قصدها على ويل. ما بتقدرش بيفرلي يكمل الكلام لانه كلام جارح جدا لمشاعر ويل الحقيقه. وقتها هانيبال بيشوف الخبر وبيبقى نوعا ما كده يعني مبسوط، وكأنه هو اللي قايل لها تعمل كده. المهم بيروح جاك بعدها ورجالته وبيحذر لاونز وبيقول لها انه ممكن يلبسها قضيه، وبيسالها هي جابت المعلومات دي منين. نلاحظ ساعتها واحد من رجال الطب الشرعي بيبص لها بصه خوف كده كأنه هو اللي كان بيقول لها. ولما بترفض لاونز انها تعترف بيقول لها انه لقى خصله من شعرها في مسرح الجريمه وممكن يسجنها بيها وانها تبعد عن المشاكل الافضل لها. بعد ما بيمشوا بنشوف المحقق اللي كان خايف ده بيقول لها انه غلطان انه وثق فيها، وبنعرف ان هو اللي كان بيديها المعلومات فعلا. وقتها ويل كان قاعد في المستشفى عند اباجيل، وفجاه بيتخيل ان في غزاله سوداء وعملاقه معديه كده في المستشفى وبتمشي عند باب الغرفه. ما بنعرفش هو ليه بيتخيل الغزاله دي، اكيد في سر وراها يعني. بعدين بنشوف الشرطي اللي كان بيتكلم مع لاونز في مسرح الجريمه بتاعت الجثث المدفونه لو فاكرينه، لانه تم فصله المؤقت من الشغل بتاعه بسبب انه ادالها المعلومات عن ويل وانه اصلا ما كانش يعرف انها صحفيه. فبيقول لها انت خدعتيني. فجاه بيجي الصيدلي ستامز الهربان ده وضرب طلقه في دماغ الشرطي قتله، وبيطلب من لاونز تديله معلومات عن ويل جرام عشان هو عاوز يساعده. بعدها بيجي جاك عند لاونز وبيسألها على اللي حصل، فبتقول له على اللي عمله ستامز وانها ادت له معلومات عن ويل وعن مكان اباجيل، وبتقول له انه ستامز هيروح يدفن اباجيل ولازم تلحقه. ساعتها بتشوف ستامز وصل للمستشفى وبيغير هدومه زي هدوم الممرضين كده عشان يتخفى. وقتها جاك بيبلغ ويل، ولما بيروح الاوضه مش بيلاقيها، وبيروح يدور عليها لحد لما بيلاقي ستامز واخدها وهيهرب. فبيضرب ويل طلقه في كتفه. فبيقول له ستامز انه كان عاوز يساعده وان لما يدفنها ويزرع فيها الفطر هيعرف يتواصل معاها ويعرف حقيقه الجرائم اللي عملتها مع ابوها. مستغربش يا صديقي من افعال ستامز لانه ببساطه شديده مريض نفسي وده تفكيره. بنشوف بعدها هوبز لما كان بيعلم بنته ابيجيل صيد الغزلان، ولما بتصطادها بياخدها الكوخ بتاعهم وبيخلي بنته تقطع اللحم بتاع الغزاله بطريقه معينه كده عشان ما تبوظ حاجه، وبكون خايفه ولكنها بتنجح.
وبنفهم ان هوبز بيقتل الغزلان وبيستخدم كل جزء من جسمها حتى القرون والفرو بتاعهم، وان لو قتل غزاله من غير ما يستخدم كل جسمها في حاجه بيعتبر نفسه انه ارتكب جريمه. والكلام ده ينطبق برضه على البنات اللي كان بيقتلها، وده كله كان مجرد حلم فوق اباجيل من الغيبوبه. واول ما حياتها اتحسنت بتروح لها دكتوره بلوم وبتقول لها انها جابت لها لبس وشرايط موسيقيه وبتقعد معاها عشان تتابع حالتها النفسيه. بعدها بتروح لجاك وبتعرفوا ان اباجيل بتتعامل عادي ولا كأن في اي حاجه، ودي حاجه غريبه الصراحه على واحده في حالتها يعني. فبيقول لها جاك ان في حاليا 7 عائلات عايزين يعرفوا بناتهم فين، او بمعنى اصح جثث بناتهم فين، وانا حاسس ان اباجيل هي الوحيده صديقي اللي عارفه مكان الجثث بتاعت بنات دي. فبلوم بتقول له بلاش تضغط عليها دلوقتي عشان ما تروحش مننا. بعدها بنشوف ويل بيدي الطلاب محاضره بخصوص القاتل اللي بيقلد هوبز، وبيقول ان القاتل ده فاهم كويس هو بيعمل ايه ومتابع لموقع ثرثرة.com وعارف ايه الجرائم اللي بتحصل واللي بيعملها هوبز. ممكن يكون هو اللي حذر هوبز كمان قبل ما نروح نقبض عليه، لان هوبز وقتها جاله اتصال ولكن ما اعرفش من مين الحقيقه. وانا متاكد ان اللي اتصل على هوبز وحذره يبقى هو القاتل المقلد اللي احنا بندور عليه، واخد بالك يا عم هانيبال؟ بعدها بيروح هانيبال وويل يزوروا اباجيل وبيلاقوا لاونز هناك عشان عاوزه تاخد معلومات منها، ولكنهم بيطردوها وبيكلموا مع اباجيل على امل انهم يعرفوا منها حاجه ولكن بدون فايده. فبياخدوها وبيروحوا لبيتها وبتلاقي الجيران كاتبين على بيتهم كلمه كانيبال يعني اكل لحوم البشر. وهم في البيت بتجيلها صاحبتها ماريسا وبتقول لها انها عارفه انها ملهاش ذنب حتى لو كل الناس قالوا كده. ساعتها بيجي لهم اخو البنت اللي اتقتلت اخر مره على ايد القاتل المقلد وبيقول لها انا عارف ان انت كنتوا بتطعموا عشان تستدرجي اختي وتاخدوا الرئه بتاعتها وتاكلوها يا وحوش. وابيجيل مش بتكون فاهمه هو قصده على ايه، فماريسا بتضربه بالطوبه ولما بيشوف ويل وهانيبال بيهرب على طول. وتاني يوم بيروحوا الكوخ بتاع هوبز وبتقول ابيجيل انها عرفت انه كان بينظف المكان عشان يخبي الجرائم بتاعته فيه، وانه كان بيصنع كل حاجه بنفسه، جلود ووسائد، وبيبيع الجلود دي على الانترنت، وكمان كان بيبيعها في المدينه، وانه كان شايف انه لو ما استفادش بكل جزء من الضحيه اللي بيقتلها يبقى ارتكب جريمه، وده معناه انه كان بياكلنا منها صح؟ فويل بيقول لها اكيد. وبيلاقوا قطرات دم بتنزل على وشها من السقف كده، وهم بيطلعوا فوق بيلاقوا جثه تانية متخزوقه بقرون الغزلان بشكل بشع، ودي تبقى جثه ماريسا. وبيتصل ويل بجاك وبيقولوا انهم اكتشفوا جثه جديده وبتكون الضحيه هي ماريسا اللي كانت مع اباجيل زي ما شفناها من شويه. واباجيل بتتصدم لما بتعرف الموضوع ده، وانا بيشك في نيوكلاس اللي هو اخو كاسي دي اللي هي اخر جثه قتلها هوبز لو فاكرينها. المهم ان جاك بيقول له لا مش هو لو هيقتل كان قتل اباجيل، ليه بيقتل صاحبتها؟ اللي قتل البنت دي هو نفسه اللي قتل كاسي القاتل المقلد اللي هو بيقلد هوبز. بعدها بيكلف جاك هانيبال وبلوم يروح مع ابيجيل البيت تاخد حاجتها عشان يخرجوها بره ولايه مينيسوتا خالص عشان هي حاليا في خطر خصوصا بعد قتل صاحبتها. فعلا بيروحوا هناك وام ماريسا كانت عايزه تقتلها وفاكره انها هي اللي قتلتها. بعدها بتقعد ابيجيل جوه البيت وكانت منهاره جدا، ولما بتقطع الوساده اللي عندهم بتلاقيها مليانه شعر من شعر البنات اللي ابوها كان بيقتلهم. بتتفاجئ بقى بنيوكلاس اللي كان جاي عشان يقول لها انه مش هو اللي قتل صاحبتها، واما بيحاول يفهمها بتتوتر وبتخاف وبالغلط بترشق السكينه في بطنه وبيموت. وما بيلاحظ هانيبال اللي حصل بيخبط بلوم على دماغها وبيفقدها وعيها، وبيروح لابيجيل وبيسالها عن اللي حصل، فبتقول له انها كانت بتدافع عن نفسها ولكنها بتتفاجئ انه اتذبح تماما، مش بس خد ضرب في بطنه كأن هانيبال هو اللي ذبحه تقريبا ولا ما تعرفش. هانيبال بيقول لها ده انت ذبحتيه، قالت له لا انا ما عملتش كده، فبيعرفها ان الشرطه هتعتبرها شريكه في الجرائم مع ابوها، ويقول لها انه ممكن يعرض عليها المساعده ويعرض نفسه ووظيفته للخطر ويخفي الجثة دي خالص ومش هقول لحد. وبيفهموا بلوم والرجالة ان نيوكلاس هجم على ابيجيل وضرب هانيبال وبلوم على دماغهم وبعدها هرب. بنلاحظ ان جاك مش مظبوط ودماغه متلخبطه. وقتها ابيجيل بتروح لهانيبال وبتقول له انها عايزه تقول لهم على الحقيقه وانها كانت بتدافع عن نفسها، فبيخوفها هانيبال وبيقول لها انهم هيسجنوها وهيلبسوها كل قضايا القتل. فبتاخد بالها من صوته وبتقول له على فكره انت اللي اتصلت على ابويا قبل ما تيجوا البيت صح؟ فبيقول لها انه كان بيكلمه عشان يعمل معاه مقابله. فبتقول له لا انت قاتل متسلسل زي ابويا بالظبط، انا متاكده. على فكره انا مش زي ابوك خالص، ومن الاخر بقى انت اكتمي سري وانا هكتم سرك. واللي ابيجيل ما تعرفوش يا صديقي ان الراجل ده اخطر من ابوها بمراحل، هو انا مش ببالغ على فكره. بنشوف بعدها هانيبال راح عند بيت ويل عشان ياكل كلابه، بنشوفه ماسك الطعم بتاع السناره بتاعت ويل كده وبيلف عليه الخيط وكانه بيصنعه يعني. هنفهم كل حاجه بعدين، بس اهم حاجه حط المشهد ده في دماغك عشان نحتاجه في الاخر. بعدها بياكل جاك عند هانيبال للمره الثانيه وبيقول له جاك الله دي لحمه ايدي يا راجل دي، فبيقول له لحمه ارنب. يبقى اكيد فضل يجري منك لحد لما عرفت تمسكه صح؟
هانيبال بيقول له فعلا هو كان بيجري، وبنشوف انه قصده على بني ادم مش ارنب ولا حاجه. وبيقول له هانيبال يا راجل انت مش قلت هتجيب مراتك معاك تتعشوا عندي؟ فبيقول له جاك احترم نفسك، يلا انت خدت عليها قوي. اما ابيجيل بقى فعلاقتها بهانيبال اتطورت جدا، وبقت تهرب من المستشفى وتروح البيت على طول وبتاكل معاه دايما. في مره بيشربها مشروب كده فيه نسبه مخدرات عشان يمنع الكوابيس اللي بتجيلها، واول ما بتشربه بتحس انها مش طبيعيه كده. ساعتها بتيجي بلوم وبتقول له ان ابيجيل هي الممرضه بتاعتها وهي المسؤوله عنها وما ينفعش يخرجها من المستشفى من غير اذنها. فبيقول لها اهدي يا بلوم اهدي، تعالى ناكل سوا. وبيقعدوا ياكلوا وبتحس ابيجيل انها قاعده مع ابوها وامها، والمشروب كان مؤثر عليها شويتين ثلاثه كده. بالليل بقى جاك بيقعد مع مراته وبنشوفها متضايقه جدا وزعلانه وبتحاول تتجنبه وهو مش عارف ايه السبب. وقتها ويل كان نايم، اما بيصحى بقى بيلاقي نفسه ماشي على طريق بالليل بهدوم النوم قريب من بيته في فيرجينيا برضه. الكارثه بقى صديقي ان ده مش حلم ولا حاجه، لا دي حقيقه. وبيقابلوا ضباط شرطه كده وبيرجعوه البيت تاني. وبعدها فتره بنشوف مجرم جديد بيراقب راجل ومراته وبيتخيل ان وشهم بيولع. تاني يوم بيجي جاك وويل مكان الجريمه اللي ارتكبها المجرم ده، وبيقول جاك لويل ان مفيش اي كاميرات مراقبه في المكان، وان المجرم مسك الراجل ومراته وسلخ جلدهم والمنظر كان بشع جدا. ولما بيدخلوا بيشوفوا فعلا الراجل ومراته مسلوخين وجلد ظهرهم حرفيا مرفوع زي الاجنحه كده. وما ينفعش اظهر المشهد ده خالص ولا المشاهد الدمويه بتاعت المسلسل خالص، لانها مشاهد عنيفه جدا وهتحذف لنا الفيديو يا صديقي، وانت ما يرضلكش يعني ان القناه بتاعتنا تتعرض للخطر ده. المهم بيلاحظوا ان القاتل رجع على الترابيزه، يعني فاهم تقيأ على الترابيزه. فبيفضوا مسرح الجريمه لويل عشان يبدا يتخيل الجريمه. بيعرف ان المجرم ده مجنون لانه عمل كده عشان فاكر ان هم كده هيبقوا ملائكه وهيحموه. وقتها يعني بقى كان عازم جاك ومراته المره دي، وبيقول لمراته ان ريحه البرفان بتاعها حلوه قوي قوي قوي. فبتقول له شكرا يا عم على الكومبليمون. الله يخرب بيتك الجاكيت بتاعك كده عادي كده ولا في اي حاجه. وحاجه على جنب كده يا صديقي نسيت اقولها لك، ان هانيبال عنده حاسه شم قويه جدا 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 لدرجه انها ممكن تكون قدره خارقه بالنسبه له. المهم بتعجب مرات جاك بطريقه هانيبال كده وملاحظاته وكلامه. فسيبنا بقى من كل ده وتعالوا نرجع تاني للجريمه. والطب الشرعي بيعرف من بقايا الاكل اللي المجرم رجعه انه مصاب بورم في الدماغ. اما بيروح ويل هانيبال بيقول له ان الورم الدماغ ده بيخلي صاحبه يجي له هلوسه شديده. وقتها بنشوف المجرم مرة تانية وهو بيبص للراجل أمن كده وكأن راسه مولعة وعامل زي الشيطان. فبنعرف إن دي الضحية الجديدة بتاعته. وفعلا بيلاقوا راجل الأمن مصلوب ومسلوخ في مكان عالي. وبيعرف ويل إن القاتل بيحول الناس اللي شايفهم زي الشياطين لملائكة عشان يطهرهم من ذنوبهم وكده، يعني استغفر الله العظيم. بعدها بنشوف مرات جاك راحت لهانيبال كمريضة نفسية يعني، وبتقول له إنها تعبانة نفسيا ومش عارفة تتكلم مع مين. نعرف من كلامها إنها مصابة بالسرطان ومش عايزة تقول لجاك ومش عارفة تعمل إيه. تاني يوم بقى بيتم التحقيق مع مرات القاتل اللي بتقول لهم ان جوزها اتجنن من ساعه ما اتصاب بالسرطان، وان اللي بيخليه يقتل الناس كده هو انه لما كان صغير كان هيموت في حريقه، ولكن في راجل اسعاف انقذه وقال له ان كان في ملاك بجناحين بيحرسه عشان كده هو ما ماتش. هما بيسالوها ممكن يلاقوه فين، بتقول لهم في المزرعه مكان ما اتولد. اما بيروحوا هناك بقى صديقي بيلاقوه قاتل نفسه وسالخ جلده ومحول نفسه لملاك. انت عارف يا صديقي برغم ان القاتل ده لو ما كنت ذكرته في ملخص ما كانش في اي حاجه هتتغير في القصه، لان كان لازم اذكره. ليه؟ عشان القضيه دي اثرت على ويل جدا جدا جدا، ودي نقطه التحول اللي هتخلي ويل يتاثر بالقضايا وبالجرائم اللي بيحللها. وويل حاليا مش عارف ليه القاتل اللي عمل كده في نفسه وبقى هيتجنن. بدأ يحس إنه ملوش أي لازمة ونفسيته بدأت تتعب. فجاك بيعرفوا إنه لو بطل شغل معاهم مش هيعرفوا يحلوا معظم القضايا بسهولة وإنه ما ينفعش يسيبهم. بعدها بيروح جاك لهانيبال لأنه عارف إن مراته بتروح له، ولما بيروح هناك وبيتكلم معاها بيحس إنها عندها سرطان. فبتقول له أيوه أنا عرفت من 12 أسبوع سرطان في الرئة. فبيقول لها غريبة برغم إن أنت مش بتدخني يعني، طب هو ممكن تتعالجي منه؟ لا أنا خلاص في الدرجة الرابعة ومفيش درجة 5. بيقول لها جاك انا جنبك ومش هسيبك. فبتقول له انها عايزه تكمل الطريق لوحدها لانها خلاص على وشك الموت. بيفضل جاك محتار وزعلان على مراته، ما بقاش مركز في القضايا خالص. وويل بيلاحظ الموضوع ده. نروح بقى لقضيه جديده وقضيه مهمه في سجن المجرمين النفسيين في بالتيمور. بيكون هناك مجرم فاقد للوعي اسمه دكتور جيديون. فبينقلوا له العياده وهناك بنلاقيه فاق وهجم على الممرضه. بعد وقوع الجريمه بيروح ويل وجاك لمدير المستشفى اللي اسمه دكتور تشيلتون، واللي بيقول لهم ان المجرم ده فك الكلبشات بشوكه كانت في ايده وانه هجم على الممرضه بطريقه بشعه جدا. هما بيشوفوا اللي حصل للممرضه بيلاقوا مترشق في جسمها كل الالات الحاده اللي في العياده وعينيها مخلوعه. هما بيتخيل ويل الجريمه بيعرف ان السفاح كان مخبي الشوكه تحت جلده وفك نفسه، وبعدها هجم على الممرضه وضربها في الحنجره عشان ما تصوتش وتعمل صوت، وبعدها راح فقع عينيها. فجاه بيفوق ويل ومش بيقدر يكمل البشاعة دي، وبيقول ويل ان طريقة القتل دي شبه طريقة قتل سفاح تشيسابيك
لان هو الوحيد اللي بيقتل الناس بالطريقه دي. السفاح ده يا صديقي اخر جريمه عملها للعلم يعني كانت من سنتين مع واحده كانت بتتدرب في FBI، وجاك هو اللي كان مسؤول عنها. عشان كده بنلاحظ على ملامحه الزعل الشديد، وبيفتكر البنت دي واللي اسمها ميريام لاس واللي كانت اشطر طالبه في FBI ساعتها. بيقول لها جاك انها هتمسك قضيه سفاحه تشيسابيك لانها دارسه علم نفس كويس جدا، كمان دكتوره في علم الجرائم، وبيعرفها ان السفاح قتل اخر ضحيتين في 6 ايام وشكله ناوي يقتل تاني قريب. في الوقت الحاضر بقى بتكون بلوم جات لتشيلتون عشان تتكلم معاه بخصوص دكتور جيديون. وبمناسبه دكتور بلوم كانت واحده من الدكاتره النفسيين اللي قعدوا مع جيديون قبل كده قبل سنتين. المهم في وسط كلامهم وبيقول لي ان جيديون مش هو سفاح تشيسابيك وانه بيقلده، لان سفاح تشيسابيك منظم وذكي وعارف هو بيعمل ايه ومش هيخلي حد يفشه بالسهوله دي. دكتور بلوم بتروح تقعد مع جيديون تستفسر منه هل هو سفاح تشيسابيك فعلا ولا بيقلده. الله، دكتور بلوم بنفسها جايه لي احلى دكتوره نفسيه قابلتها والله، صدقت يا ابن والله عنده حق الصراحه. بيقول ان هو سفاح تشيسابيك ومش بيقلد ولا حاجه، وطبعا بلوم مش مصدقه. بالليل بقى جاك بيروح عند هانيبال بيكلمه على زوجته وبيقول له انه خايف يخسرها لانها كل حاجه بالنسبه له. فبيقول له هانيبال انت خسرت حد عزيز عليك قبل كده؟ فبيفتكر جاك لاس، ميريام لاس اللي قلت لك عليها من شويه، اللي كان موكلها تساعده عشان تلاقي تشيسابيك، وبيوريها اخر ضحيه ليه. فبتقول له ان السفاح ده شكله كان جراح لانه استأصل الكبد والغده الدرقيه ببراعه، وبتقول له كمان انه سفاح ذكي ومريض نفسي في نفس الوقت ومش سهل خالص القبض عليه. في الوقت الحاضر بقى جاك بيقول لويل انه متاكد انه جيديون هو السفاح، لان بعد ما اتحبس في المستشفى دي والجرائم اللي من النوع ده وقفت. فبيقول له ويل تشيسابيك ذكي واكيد هو مخطط لموضوع زي ده عشان الناس تفتكر ان جيديون هو السفاح. عشان كده بعد ما جيديون اتمسك السفاح الحقيقي بطل انه يقتل في الناس بالطريقه دي. بالليل بقى جاك بيكون نايم وبيجي له اتصال الساعه 2 بالليل. اما بيرد بيلاقيها مين بقى؟ ميريام لاس اللي بتقول له جاك انا اسفه الحقني. المكالمه بتنتهي. تاني يوم جاك بيطلب من بيفرلي انها تحقق من الاتصال، فبتقول له انها اتحققت اكتر من مره ومفيش اي اتصال جاله، اكيد رن من حاجه احنا ما نعرفش نوصل لمكانها. بعدين الناس المفروض انها ماتت اصلا، فبيقول لها انا عارف ان مش لاس اللي اتصلت، السفاح هو اللي اتصل، لان تشيسابيك قبل ما يقتل لاس كان بيسجل صوتها وهو شغل التسجيل اما رن عليا، يعني لاس ما كلمتنيش، ده هو ريكورد السفاح مسجله لاس قبل ما تموت وعشان كده بيرن عليا وبيسمعه لي. فكرة هنا بقى ايه السبب؟ وقتها ويل بيقول له احنا كده اتاكدنا ان جيديون مش هو السفاح تشيسابيك. بعدها شويه جاك بيستدعي الصحفيه لاونز، ولو انت مستغرب زي فانا هقول لك ليه دلوقتي. جاك وويل وبلوم في دماغهم خطه، وهي انهم يستفزوا سفاح تشيسابيك عشان يظهر لهم. طب هيعملوا كده ازاي؟ جابوا لاونز وطلبوا منها انها تكتب في جريده عندهم ان دكتور جيديون هو سفاح تشيسابيك الحقيقي، ولو السفاح الحقيقي شاف الكلام ده ولانه مريض نفسي يعني فاكيد الكلام ده هيستفزه جدا جدا، وفي احتمال انه يرتكب جريمه جديده ويقفشوه. طبعا خبر زي ده هيخلي جريدة ارغي.com او ثرثرة.com دي تبقى ترند، ولاونز هتتشهر اكتر واكتر. عشان كده لاونز بتقعد مع جيديون عشان تاخد منه شوية معلومات. تاني يوم بقى على طول هانيبال بيقرا الخبر ده في الجريدة، واللي كان كالآتي: دكتور جيديون دكتور جراح مختل نفسيا، وفي نفس الوقت هو قاتل متسلسل بشع قتل ضحايا كتير ومحدش همه، ولانه كان محبوس 2 سنين يعني ما كانش في اي جرائم تم ارتكابها في الفترة الأخيرة إلا آخر جريمة اللي ارتكبها في المستشفى هو بنفسه، وبكده اتأكدنا إن هو سفاح تشيسابيك. طبعا كل الكلام ده عشان تستفز السفاح الحقيقي. هانيبال يا صديقي بيتضايق جدا من الكلام ده وما نعرفش هو ايه علاقته بالموضوع أصلا، بس هنعرف دلوقتي. بعدها جاك وهو في المركز بيجيله اتصال من رقم غريب، وكالعادة يا صديقي كانت ميريام وهي بتطلب المساعدة. المرة دي بيتتبعوا الرقم وبيعرفوا المكان، ولما راحوا هناك وجاك رن على الرقم ده لقوا تليفون بيرن فعلا ولقوه جنب المبنى، ولكن كان في ايد ماسكاه، والايد دي يا صديقي كانت ايد ميريام اللي كانت مقطوعه. جاك بيتصدم جدا ساعتها وراح لهانيبال يفضفض له كده. وقتها هانيبال بيفتكر المره الوحيده اللي شاف فيها ميريام لاس دي من 2 سنين لما جات له عشان تحقق معاه بخصوص مريض مشتبه فيه. اثناء ما هو بيجيب لها الورق اللي فيه المعلومات بتلاحظ لاس رسمه شخص مترشق في جسمه آلات حاده ومقتول على طريقه تشيسابيك، فبتأكد ساعتها انه هانيبال ليكتر هو سفاح تشيسابيك. ساعتها بيجي هانيبال من وراها وبيخنقها لحد اما بتفقد الوعي. بنروح بقى بعد كل ده لحفله اوبرا اللي بيكون فيها هانيبال واللي بيقابل فرانكلين المريض بتاعه. ولو فاكرين ففي الحلقه الاولى فرانكلين ده شفناه في اول مشهد مع هانيبال. المهم ان فرانكلين بيعرفه على توبايس صاحبه، وبيبان ان فرانكلين مهتم بيه جدا. تعال بقى اعرفك على توبايس ده يا صديقي. بص يا صديقي، الراجل ده بيحب الجيتار جدا وعنده محل آلات موسيقية، وكمان بيعلم الأطفال العزف على الجيتار. لحد هنا كله تمام. اللي مش تمام بقى إن الخيوط اللي الجيتار مصنوع منها مش معمولة من أمعاء القطط زي الجيتار الأصلي العادي، لا والله ده هو بيقتل بني آدمين وبياخد أمعائهم وبيعمل منها الخيوط دي. وبكده اتعرفنا على المجرم الجديد والبطل السايكوباتي الجديد بتاع الحلقات اللي جاية دي. تعالوا بقى نروح لفرانك اللي بيروح لهانيبال بيقول إن هو نفسه يبقى صاحبه، وإنه متضايق إنه عشان يشوفه لازم يجي العيادة ويدفع كشف وفلوس.
فهانيبال بيقول له انهم ما ينفعش يكونوا اصحاب، خصوصا ان هو اتعرض على دكاتره نفسيين كتير جدا، وكل الدكاتره كانوا بيشقطوا لبعض لانه عاوز يصاحبهم. بعدها بنشوف هانيبال موجود عند دكتوره نفسيه متقاعده ولكنها بتعالجه هو بس. نعرف ان هانيبال بيجي على طول عشان يفضفض معاها. المهم بنعرف من كلامهم ان الدكتور ما تعرفش انه قاتل. بس عايز اقول لك على حاجه، عمرك سألت نفسك هانيبال بيجيب الأكل البشري ده كله منين؟ يعني المفروض على الأقل بشكل يومي يقتل له ضحية ولا حاجة. بص يا صديقي، هانيبال لما بيروح أي مكان، سواء عيادة أو معمل تحاليل أو حتى مكتب محاماة مثلا، أو أي حد بيجي العيادة عنده بياخد الكارت بتاعه، زي مثلا ما بيعمل مع الدكتور ده بعد ما كشف عنده خد الكارت بتاعه. في الحاضر بقى بيتتبع الدكتور ده لحد خارج المدينة وقتله وخد منه الكبد والقلب، وحرفيا الطب الشرعي لقى الجثة مقسومة نصين. وقتها كانت بلوم بتساعد هانيبال يحضر الأكل عشان عزومة لأصحابه. طبعا العزومة كبيرة، هانيبال بيدور في الكروت اللي عنده عشان يجيب جثث، وبدأ ياخد كارت ويقتل في الناس، ورئة تلاقي وكبد تلاقي وطحال تلاقي وأحلى أكل يا معلم. وقتها الطب الشرعي بيكون هيتجنن من كمية الجثث اللي مقتولة ومتاخد منها أعضائهم، وبيستغربوا ليه مثلا إن القاتل استأصل طحال من حد، يعني ده ما ينفعش يتزرع أو يدخل في تجارة أعضاء حتى. فبيقول لهم ويل إن هو مش بيتاجر في أعضائهم، لا ده بياكلهم. بعدها جاك بيقول لهانيبال ان في جريمه رايحين يحققوا فيها دلوقتي، تعال معانا. فبيروح معاهم وبيلاقوا الممرض خاطف الضحيه في عربيه الاسعاف، وهانيبال بيقول لهم انه كان بيحاول يستأصل الكليه بشكل سيء، بس انا اقدر اوقف النزيف ده. وبيوقفه. وقتها ويل بيستغرب من مهاراته في وقف النزيف بتاع الضحيه، ومن هنا بيبدا يشك في عمنا هانيبال. اما بيروح له البيت بيساله اتعلم الحاجات دي فين، فبيقول انه كان دكتور جراح ولكنه غير التخصص لانه تسبب في قتل مريض قبل كده. طبعا الكلام ده مش بيخش دماغ ويل بجنيه. المهم بعدها العزومه بتتعمل، وهانيبال بيقول لاصحابه خلي بالكم يا رجاله، الاكل ده معمول من بني ادمين. لا بهزر، هو صراحه قال لهم الاكل ده معمول من اللحم البشري. بهزر تاني يا صديقي. الواحد بقى دمه تقيل قوي. قال لهم خلوا بالكم الاكل ده مش نباتي خالص، وبيضحك ضحكه سمجه كده يعني عشان هو عارف ان هو يلا. المهم ساعتها كان ويل وجاك راحوا الجريمه جديده واللي بتكون فيها الضحيه مقتوله على مسرح موسيقي ومرشوق في جسمه جيتار. وما ويل بيتخيل اللي حصل بيعرف ان القاتل المختل ده فتح رقبه الضحيه وعزف على رقبته كانها اوتار جيتار بعد ما رشق الجيتار جواها. طبعا بنسبه كبيره احنا عارفين ان توبايس هو اكتر شخص مشكوك في امره، ولكن ويل ما يعرفش طبعا. بعدها بشويه ويل بيروح لهانيبال كالعاده، لان ويل دايما بيجيله عشان يناقشه في اي جريمه بيحقق فيها. بالمناسبة هانيبال حابب ويل جدا جدا وعاوز يبقى صديقه، ولكنه خايف ان ويل يكشفه. بعد ما بيمشي ويل بيجي فرانك لهانيبال وكالعادة بيقعد يندب له وانه عاوز يصاحبه كده. فجأة بيكلمه عن توبايس صاحبه وبيقول ان هو قال له من فترة انه عاوز يعزف على جثة شخص حي. واما قريت امبارح في الاخبار لقيت ان في جثة لقوها في المسرح الموسيقي وحصل فيها نفس اللي توبايس كان قال عليه. قصدك يعني ان توبايس هو اللي عمل الجريمة دي يا فرانكلين؟ انا مش عارف بس اكيد هو. بعدها بنشوف بلوم بتزور ويل في بيته وبنلاحظ ان هم بيحبوا بعض جدا جدا جدا، ولكن بلوم رافضة انهم يدخلوا علاقة لان ويل مش متزن نفسيا. وقتها هانيبال راح لتوبايس وعزمه على الاكل عنده وقال له ان في جيتار عايز يصلحه بالمرة. لما بيروح هناك بيقول له توبايس انه كان عاوز يقتله. هانيبال بيقول له ما انا عارف انك عايز تقتلني، انا شخص نحيف وبالتالي الامعاء بتاعتي قويه جدا وهتنفعك. مش دي الفكره يا توبايس، الفكره هنا انت ليه ما قتلتنيش؟ فبيقول له انه تتبعه مره لخارج المدينه وشاف الجريمه اللي عملها بمنتهى الاتقان. هانيبال بيتصدم من كلامه ومستغرب ان في حد شافه اثناء ارتكابه الجريمه دي، لانه بيبقى حذر جدا جدا وهو بيقتل الضحايا بتوعه ايا كان هم مين، وده اللي خلى توبايس يعجب بهانيبال. فبيقول له هانيبال ان الحكومه بتحقق في جريمه القتل اللي عملها وممكن يمسكوه. فبيقول له توبايس عادي، انا عايزهم يوصلوا لي عشان اقتلهم وبعدها ادور على فرانك واقتله وبعدها اختفي. بيقول له انه محتاج مساعدته. هانيبال بيرفض وبيقول انا كنت جايبك هنا عشان اقتلك بس غيرت رايي، ما تخافش انا مسممتش الاكل عشان انا ما بحبش اهين اكلي ومش دي الطريقه اللي اقتل بيها الضحايا بتوعي. وهنعرف دلوقتي ليه هانيبال ما قتلوش. قبل ما توبايس يمشي بيجي ويل فبيستخبى توبايس وبيتكلم هانيبال مع ويل بخصوص القضيه الجديده. هانيبال بيسوحه وبيقول له على مكان توبايس وانه شاكك فيه جدا جدا عشان هو عارف ان ويل هيروح له، وبالتالي توبايس هيقتله لانه هو عايز يقتل الشرطه اللي هتجيله ويبقى كده خلص من ويل لانه حاسس ان ويل قرب يقفشه. لا يا جدعان ستايل سافر، والله ستايل سافر. هانيبال ده معلم يا جدعان. عارف يا صديقي ان هو بيحب ويل وعاوز يصاحبه بس برضه هو مش عاوز يتقفش، يعني مش عايز يتسكت. المهم تاني يوم ويل خد شرطيين كده وراح لتوبايس المحل وبيقول له انهم جايين يحققوا معاه بخصوص الراجل اللي اتقتل في المسرح الموسيقي. اثناء ما هم بيتكلموا ويل بيحس انه سمع صوت حد بره، اما بيخرج مش بيلاقي حد فبيضرب له حبيتين كده وبيخش تاني. لما بيخش مش بيلاقي رجالين الشرطه اللي كانوا معاه، بيفضل يدور عليهم لحد لما بينزل في قبو كده وبيلاقي تحت معاه بشريه كتيره وبيلاقي واحد من الشرطيين مقتول باسلاك شائكه. فجاه توبايس بيجي من وراه عشان يقتله بالسلك، ولكن ويل بيضرب طلقه بتيجي في ودن توبايس وصوت الطلقه بيدوخ ويل لان المسدس كان قريب من ودنه
ابنه جدا. وقتها بيهرب توبايس، وفي نفس الوقت كان هانيبال مع فرانكلين وبيجي لهم توبايس وبيقول لهم عن اللي حصل. ففرانكلين بيقول له سلم نفسك احسن لان خلاص انت انكشفت وبلاش تقتل حد تاني. هانيبال بيقول له فرانكلين امشي دلوقتي، ولكنه ما بيسمعش كلام وبيحاول يقنع توبايس صاحبه وبيقول له صدقني انت مش لوحدك، انا معاك، انا يلا يا عم انت تعرفنا. وبيموت فرانك يا عيني. فبيخرج توبايس سلك شاك من معاه كده وبيهجم على هانيبال. ايوه يا معلم، ودي اول مواجهه بقى هنشوفها لهانيبال. ومسكوا في بعض ضرب لحد لما هانيبال كسر عظمه. ولكن يا صديقي الواد توبايس عظمه ناشف وفضل يضرب في عمين هانيبال. وهوبا هانيبال بيديله واحده في رقبته دوخته وراح نزل على دماغه بالتمثال وقتله. اما جاك والرجاله جم بيقولوا جاك ايه اللي جاب توبايس عندك؟ فبيقول له هو جاي عشان يقتل فرانك، وفعلا جه وكسر رقبه فرانك وكان هيقتلنا كمان. وقتها اقول يا صديقي بيشكوا اكتر في هانيبال. طبعا هانيبال مش هيتحبس لان ده كان دفاع عن النفس، وبيروح يقعد مع الدكتوره النفسيه بتاعته اللي النظره منها يا صديقي تشفي كل الجروح والقصور والله. بعدها بكام يوم يا صديقي بيروح ويل وجاك وباقي الفريق لغرب ولايه فيرجينيا، مش عشان يتزلجوا في الجليد ولا حاجه، لا لا لا، دول رايحين عشان يحققوا في جريمه قتل جديده. المره دي الجريمه بتبقى بشعه لان المجرم جمع جثث كتير ورصاها فوق بعضها وعمل منها تمثال. فبيفضوا مسرح الجريمه وهو بيبدا يتخيل اللي حصل. بيعرف ان المجرم كان جايب جثث مدفونه من سنين ما عدا اخر جثه، او بمعنى صح اللي لسه هيبقى جثه يعني، وبيقتله وبيحطه على راس التمثال اللي عمله. حد هنا تمام، ولكن اللي مش تمام بقى صديقي ان ويل فجاه بيلاقي نفسه عند هانيبال وبيكون مستغرب جدا ازاي وصل للمكان ده. ويل حرفيا ما بقاش يحس بنفسه، اوقات كتير جدا ما بيعرفش هو فين وبقى يهلوس كمان. فانا بيقول له ان ده بسبب وحشيه الجرائم اللي بيشوفها، وان هو مش قادر يتحمل اللي بيشوفه. لما بيطلب ويل انه يطمن على مخه هانيبال بيقول له انا متاكد ان مفيش مشاكل في مخك، المشكله اللي عندك نفسيه يا ويل بسبب الجرائم اللي بتحقق فيها، لدرجه ان انت ممكن تتحول لمجرم زيهم وتحس كده ان هانيبال يا صديقي مخبي حاجه سريه ومش عارف ايه، لان الراجل ده دماغه مش سهله حرفيا. بعدها بيروح ويل جاك وبيسأله هل حاجة حصلت امبارح أثناء ما كنت بتخيل الجريمة يعني؟ فبيقولوا لا. ليه بتقول كده؟ فبيستغرب ويل وبيكون هيتجنن حرفيا وما بيرضاش يقول لجاك اللي بيحصل معاه. بعدها بيروح ويل يشرح للطلبة الجريمة الأخيرة وبيقول لهم إن جميع الجثث اللي كانت في التمثال كانت مقتولة من سنين، أو بمعنى أصح يعني كانت منتحرة أو ماتوا عن طريق حوادث من سنين، ما عدا آخر جثة اللي كانت على راس التمثال كانت لسه مقتولة طازة. وأما عدوا الجثث لقوهم 17 جثة. الفكرة هنا بقى ليه المجرم بيفضح نفسه على الملأ كده. وقتها بيجيله بلوم. مشكلة بقى هنا يا صديقي إنها مش بتلاقي حد في المكان، وويل ساعتها كان بيهلوس مش أكتر، ولكنه بيقول لبلوم إنه كان بيتدرب على الشرح عشان ما يبقاش شكله وحش يعني. تاني يوم جاك بيستدعي ويل وبلوم وهانيبال وبيقول لهم إنهم لقوا جثة نيوكليس بويل. المهم برضو يعني عشان تبقى فاكر ده اللي هجم على أبيجال في بيتهم وقتلته، وهانيبال ساعدها عشان يخفوا الجثة وكده. وبيقول لهم جاك انهم لو مدفون في جريد فبالتالي لسه محافظ على شكله وهيئته، وانا عاوز ابيجل تشوفه ويتعرف على الجثه، برغم ان بلوم بترفض عشان الموضوع ده هيأثر على ابيجل جدا، ولكنه بيصر عشان شاكك فيها. فعلا بيجيبوا ابيجل من المستشفى وتتعرف على الجثه وبتحس ان جاك بيتهمها فبتعيط وبتمشي. نرجع تاني بقى للجريمه بتاعتنا، واللي بعد ما حللوا اللي حصل بيشتبهوا كده في شخص معين كانوا حققوا معاه قبل كده من سنين كتيره. لما بيروحوا هناك بيلاقوا المجرم ده مستنيهم في بيته وبيعرفهم ان هو اللي كان عاوزهم يوصلوا له، وبيعترف بكل جرائمه وانه قتل 51 بني ادم لحد دلوقتي، واولهم ابدا حبيبته اللي خانته. وما بيقول له جاك طب ليه سلمت نفسك وليه ما سلمش نفسي يعني، وانت شايفني غني وانا عندي اولاد وانا لسه عيل صغير عايش ليه؟ فبيقول له ويل تعرف يا راجل عبيط انت ان احنا ما دورنا وراك انت وحبيبتك، عرفنا ان هي كانت حامل منك انت مش من جوزها الحالي، بس هي بعدت عنك بعد ما حملت منك. تقريبا كانت عارفه ان انت مريض نفسي ومتوقعه مستقبلك الاسود ده. وقتها الراجل بيتصدم يا عيني. بعدها اول بيشوف رؤيا وبيتخيل الشخص اللي قتل نيوكلاس كده وبيعرف انها ابيجال بس ما كانش متاكد. فبيروح لهانيبال وبيقول له، فهانيبال بيقول له انا عارف وانا اللي ساعدتها تخفي الجثه، وبيبرر هانيبال اللي عمله ده بان لو الجريمه دي كانت لبستها كان جاك هيلبسها كل جرائم ابوها. فبيقتنع ويل بالكلام ده، خصوصا انه بيحب ابيجل وهي معتبراه هو وهانيبال زي ابهاتها الروحانيين كده يعني. تاني يوم بقى هانيبال بيعرف ابيجل ان ويل عرف اللي عملته، فبتقول له انها كانت حاسه، بس اللي محدش يعرفه بقى ان انا اللي كنت بساعد ابويا وبستدرج له كل البنات دي عشان يقتله. وبتعيط وبتقول له انها كانت مضطره تعمل كده لانها لو ما عملتش كده ابوها كان يقتلها. هانيبال بيقول لها كنت مستنيك تقولي كده من زمان لاني كنت متاكد. نروح بقى صديق الجريمه الجديده، بنشوف واحده في الكوخ بتاعها كده بتسمع صوت غريب
فجأة في حد بيشدها تحت السرير، وقتها ويل بيروح لهانيبال بيقول له إنه ما بقاش حاسس بالوقت خالص. هو فجأة كده بيلاقي نفسه في مكان وفي زمان مختلف، ما يعرفش ايه اللي حصل. فبيقول لهانيبال ان الهلوسه وعدم الاحساس بالوقت ده شيء خطير جدا، لان ممكن في الوقت ده تكون عملت حاجه انت اصلا مش فاكرها دلوقتي، لدرجه انك ممكن ترتكب جريمه انت مش فاكرها. تحس ان هانيبال عايز يقول له ان انت مجرم يا ويل وارتكبت جرائم كتير. المهم هانيبال بيخليه يرسم ساعه، فعلا بيرسمها كويس من منظوره، ولكن لما هانيبال شاف الرسمه لقى ان ارقام الساعه بره الدايره اصلا، بس مش بيقول لويل. تاني يوم الصبح ويل كان بيصطاد، اما وصل البيت بدا يقطع السمك، ولكنه لقى في دم كتير بيخرج منها. فجاه نفسه قتل البنت اللي لسه شايفينها من شويه ومشوه وشها، وبيخش في حاله ذعر كده. اما بيخرج من المكان بيلاقي جاك والرجاله، ساعتها بيستوعب انه كان بيتخيل الجريمه اللي شفناها من شويه. بس مش دي المشكله ان هو جه هنا امتى وجه هنا ازاي. بعدها بيقول له جاك ايه اللي حصل، ليه كنت في الحاله دي بعد تخيل الجريمه. فبيقول له ويل انه كان متوتر شويتين ثلاثه كده. متوتر ازاي يعني؟ انا شفتك متوتر كتير، ولكن الحاله دي ما كانش مجرد توتر يا صديقي، انت كنت في حاله ذعر رهيبه جدا. وجاك ما بيكونش مصدق كلام ويل، ولكنه بيضطر ياخدوا المسرح الجريمه تاني عشان يساعدهم. وبيعرفهم ويل ان القاتل ده من طريقته لقتل البنت فهو مريض نفسي، بس سبب القتل مش واضح خالص. بعدها بيروح لهانيبال وبيعرفه ان المره دي كان حاسس ان التخيل واقعي جدا، لدرجه انه حاسس ان هو القاتل فعلا، وانه ما بقاش حاسس بنفسه خالص، وحاسس ان في حاجه غلط. فبيقول لهانيبال ان عشان ياكد له ان هو سليم والمشكله اللي عنده دي مجرد مشكله نفسيه بياخدوا الدكتور هانز صاحبه. بس لما ويل بيعمل الاشعه بيقول هانيبال لهانز انه شم ريحه التهاب في المخ. فعلا لما بيشوفوا الاشعه بيلاقوا ان النص الايمن اللي عنده ملتهب بالكامل، ودي مصيبه كبيره سعادتك ولازم يتعالج منها. فبيقول له هانيبال انه مش عاوز ويل يعرف، لان ده هيأثر على نفسيته، وانه هيتولى هو رعايته لحد لما يبقى كويس. ولان هانز زميلي بيوافق وبيعرف ويل ان هو سليم وما فيهوش اي حاجه طبيا. وقتها ويل بيحس انه فعلا مريض نفسي ومفيش مشكله في المخ ولا حاجه. بعدها جاك بيروح لهانيبال يا صديقي وبيتكلم معاه عن ويل، وانه لاحظ ان ويل مش مظبوط الفتره الاخيره، وبيقول انه عمل له فحوصات كتير وطلع مخ سليم، وده معناه انه عنده مرض نفسي. وقتها ويل كان روح البيت وبيلاقي دم وبنت تحت السرير، ولما بتهرب بيحاول يمسكها من ايديها وجلد ايديها بيتشال في ايده، وفجاه بتختفي ومش بيلاقيها خالص كانها فص ملح وداب. فبيروح تاني يوم لهانيبال وبيعرفه وبيقول له انه حاسس ان البنت اللي شافها دي هي اللي قتلت البنت اللي في الكوخ. المشكله ان انا مش عارف اصلا البنت اللي شفتها دي حقيقيه ولا لا. بيخليه هانيبال يعمل اختبار الساعه تاني، وبيكون شكلها كويس بالنسبه لويل، ولكن في الحقيقه شكلها ما كانش منتظم خالص. ولكن ويل شايفها عكس كده يا صديقي. طبعا هانيبال مش بيعرفوا حاجه، وبيقول لويل ان القاتله دي من طريقه قتلها للبنت الاخيره كانها كانت شايفه ان الضحيه عندها قناع وهي عايزه تشيله لها. فبيقول له هانيبال ان النوع ده من المرضى بيبقى عنده متلازمه بتخليه مجرم بالشكل ده، ولازم حد يقرب منه ويخليه يثق فيه. بعدها ويل بيقرر يروح للدكتور تاني عشان يعمل فحوصات ويتاكد من حالته، ولكن بعد شويه ويل بيلاقي المكان هادي. لما بيدور على الدكتور بيلاقيه مقتول في مكتبه بنفس طريقه موت اخر ضحيه. الفكره هنا مين اللي ليه مصلحه انه يقتل الدكتور؟ مفيش حد، صح؟ طب خلينا اسالك سؤال تاني، مين كان في العياده غير الدكتور؟ ويل، صح؟ عارف ده معناه ايه؟ معناه ان جاك والجماعه اللي معاه هيبداوا يشكوا في ويل، اللي هو اصلا شاكك في نفسه، لانه احيانا مش بيحس بالوقت ولا الواقع، ممكن يكون قتله من غير ما يحس. خليك معايا صديقي وهتعرف قد ايه الموضوع مترتب من اول المسلسل. بس قوم كده اعمل كوبايه شاي كمان عشان الاحداث اللي جايه ايه مفرمه. المهم جاك بيوصل في النهايه ان ممكن تكون المجرمه اللي قتلت اخر بنت دي هي اللي كانت بتراقب ويل وقتلت الدكتور كمان. وبالليل ويل بينام بيحس بحاجه غريبه كده وهو نايم، ولما بيبص تحت السرير بيلاقي المجرمه اللي بيدور عليها واللي بيكون اسمها جورجيا. بيحاول ويل يخليها تثق فيه زي هانيبال معله، وبيقنعها انه هيعالجها. فعلا بياخدوا الصبح وبيروحوا المستشفى وبيحطوها في كبسوله كده عشان يساعدوها على الاستشفاء وتتنفس كويس. وقتها بنشوف ذكريات جورجيا اللي كانت فعلا بتراقب ويل. لكن يا صديقي ما قتلتش الدكتور، دي شافت مين؟ عمك هانيبال كان لابس كيس كبير كده وبيقتل الدكتور. طبعا الكيس مش هيخليه يسيب اي اثر او بصمات مكانه. المشكله ان جورجيا مش فاكره شكله خالص. ساعتها هانيبال كان مديها سلاح الجريمه في ايديها وسابها ومشي. سقفه كمان يا جماعه، سقفه كمان الراجل ده، سقف الراجل ده يستاهل سقف كمان. معلم يا جدعان، ده معلم. عايز اقول على حاجه، هو مفيش كاميرات مراقبه بجد يعني مفيش كاميرات مراقبه كده عند الدكتور ده. الموضوع ده معصبني شويه يعني. حتى برضه في الشركه ساعه السكيورتي بتاعه السجلات بتاعه مصنع المواسير الحديد دي مفيش كاميرات هناك. انا ما اعرفش فيها يا جدعان. تعالوا بقى نفصل شويه يا صديقي، نروح بقى نطمن على الدكتور جيديون اللي كان عنده محاكمه بسبب قتل الممرضه اللي شفناها بيمشوا بالعربيه كده هو والعساكر اللي كانوا معاه. ولكن بيكتشف بعدها انه قدر يهرب ابن الايه ده. فبيجي فريق التحقيق بتاعنا وبيبدا ويل يتخيل الجريمه. بيعرف ازاي هرب عن طريق انه كسر صباعه الكبير وفك ايديه من الكلبشات.
بعدها ضرب الحراس وهرب. بيبدأ عمك جيديون بقى يقتل في الناس زي سفاح تشيسابيك، لكنه ما كانش بيحتفظ بعضهم زيه، واللي بيعرف الفريق ان جيديون مش سفاح تشيسابيك. ولكن دكتور فريدريك لعب له في دماغه لحد لما صدق ان هو السفاح بقى يتصرف زيه، وانا متاكد انه حاليا بيدور على تشيسابيك الحقيقي. وقتها فريدي لاونز بيرن على دكتور نفسي مشهور واللي كان بيعالج دكتور جيديون زمان، بيقول انه عاوز يقابلها عشان تعمل معاه مقابله، ولان دي فرصه ما تتكررش بتروح لاونز على طول. ولكنها لما بتروح بتتصدم لما بتلاقي جيديون قاتل الدكتور وحاطط لسانه في رقبته، وكمان هو اللي كلمها وجابها هنا. ليه بقى؟ عشان عايزها توصله لتشيسابيك الحقيقي. ازاي؟ هنعرف. بعدها بيجي جاك والرجاله المكان وبيقول لهم ويل ان جيديون بيتحدى السفاح وعاوز يثبت له ان هو احسن منه. هما بيقلبوا في الاخبار بيلاقوا ان الجريمه اتنشرت على موقع ارغي او ثرثره.com، يعني بيستغربوا لانهم اول ناس توصل للمكان ده بعد جيديون على طول. فبيفهم ويل ان جيديون خطف لاونز، وبنشوفه فعلا خاطفها زي ما ويل بيقول في مكان كده زي المرصد، والمكان ده سفاح تشيسابيك استخدمه قبل كده، عشان كده جيديون موجود يمكن يقابله ولا حاجه. ما انتوا عارفين الدنيا صغيره يعني، ده هو مسلسل 13 حلقه يعني لازم يتقابلوا. جيديون كان خاطف لاونز يا باشا عشان يخليها تنشر اخبار اول باول عشان يستفز سفاح تشيسابيك الحقيقي ويظهر. وقتها كان الطب الشرعي مستغرب ليه جيديون قاطع ايد الدكتور، فبيقول لهم ويل ان دي رساله لتشيسابيك عشان هو كان قاطع دراع مريم لاس برضه وحطه في المرصد. هو بيحاول يعرفوا مكانه وبيقرروا انهم يروحوا المرصد. وقتها بنشوف جيديون وهو خاطف الدكتور فريدريك وبيكون مديله مخدر عشان ما يحسش باللي هيعملوا فيه، في نفس الوقت يكون صاحي يعني ويشوف. وبيقولوا ان كل الدكاتره النفسيين اللي عدى عليهم هيقتلهم واحد واحد. وبيبدأ بدكتور فريدريك وبيمسك المشرط يشرح في بطنه ويخرج أعضاءه لبره لحد لما جالك مين بقى؟ جاك والرجالة بيوصلوا يا صديق المرصد، وبيرفض جاك دخول ويل لأنه تعبان جدا وحالته بقت تصعب على الكافر صراحة، عشان كده جاك رفض يعني. بيتخيل ويل ساعتها ان في غزال اسمر ضخم واقف بعيد فبيمشي وراه. وقتها كان جيديون هرب وساب لاونز هناك، ولما الشرطه وصلت طلبوا الاسعاف. حسن حظ فريدريك انه كان لسه عايش وبيقدر انهم يلحقوه. في نفس الوقت جيديون كان بيركب عربيته عشان يهرب وبيلاقي ويل مستنيه جوه، وكان متخيله على شكل هوبس، فهدده بالسلاح وخلاه يروح لهانيبال. وبيسال هانيبال هل الشخص اللي قدامي ده دكتور جيديون؟ هل هو حقيقي؟ ساعتها هانيبال بيقول له لا مفيش حد. فبينهار ويل وبيجي له حاله صرع وبيفقد وعيه وهو واقف. فبيسيبه هانيبال وبيتكلم مع جيديون وبيعرفه انه تشيسابيك الحقيقي اللي هو بيدور عليه، وبيقول له الحاله اللي انت وصلت لها دي بسبب الدكاتره النفسيين اللي انت عديت عليهم، وبيحرضوا على قتل دكتور بلوم لانها كانت من الدكاتره النفسيين اللي هو كشف عندها. بعدها بيفوق ويل وبيعرفوا ان بلوم في خطر لان جيديون بيدور على الدكاتره النفسيين اللي كانوا بيعالجوه ولازم نروح نلحقها. فبياخد ويل المسدس وبيروح عشان يلحقها، وهانيبال كان قاصد كل ده عشان يخلص من جيديون وويل يقتله. ليه بقى؟ لان هو مش عايز اي سفاح يعمل اللي هو بيعمله. المهم لما ويل راح هناك بيلاقي جيديون كان بيستعد عشان يقتلها، ولكنه بيسبقه وبيضربه طلقه وويل بيغمى عليه. فبتروح بلوم عشان تشوفه وبيودوا المستشفى. لما حالته تتحسن بيروح يطمن على جورجيا اللي بقت كويسه نوعا ما، ولكن عندها فقدان مؤقت في الذاكره، وبتقول له انها شافت حد قتل الدكتور ولكنها مش عارفه شكله خالص. فبيسيبها ويل تنام وبيروح اوضته وبيجي له هانيبال وبيقعدوا يتكلموا عن جورجيا. بعدها جورجيا بتصحى وبتلاقي جنبها مشط، فبتقرر تسرح شعرها بيه جهلا منها صديقي انها في مكان كله اكسجين قابل للاشتعال. الحركه اللي بتعملها بشعرها دي بتولد كهرباء ساكنه بتولع في الكبسوله وبتموت جورجيا محروقه. ودي كانت اخر امل ان هانيبال يتكشف سره. طبعا الكل بيفكروا انها انتحرت او حاجه عن قصد كده يعني عشان ما تتحاكمش بسبب الجرائم اللي هم فاكرين انها ارتكبتها. ولكن ويل بالليل بيتخيل جورجيا وبيشوف في قرون غزال خارجه من جسمها وبتولع كده، فبيعرف ان في حد هو اللي قتلها. فبيروح تاني يوم لجاك وبيعرفوا انها ما انتحرتش، لا في حد قتلها جاك، واللي قتلها ده هو نفسه اللي قتل الدكتور اللي كان بيعمل لي الاشعه. جاك مش بيقتنع صديقي، ولكن ويل كان مصر على كلامه وانها بريئه، والقاتل كان خايف منها لانها بتقول انها شافته بيقتل الدكتور ولكنها مش فاكره ملامحه خالص. فبيروح يشوفوا الجثه تاني. دكاتره بتلاقي قطعه من البلاستيك، وقتها ويل بيقول لهم ان القاتل حط لها مشط بلاستيك عشان تعمل اللي هي عملته ده، وبيوريهم جثه الدكتور وبيقول لهم ان دي مش طريقه قتل جورجيا خالص، وان القاتل كان بيحاول يقلدها عشان يلبسها هي الجريمه. لا، وكمان بيقول لهم ان ده القاتل المقلد اللي كان بيقلد طريقه قتل هوبس اول سفاح خالص شفناه في المسلسل. بعدها جاك بيروح لهانيبال عشان يتناقش معاه بخصوص ويل يعني، لكنه بيحس ان هانيبال مخبي عنه حاجه. فبيروح للدكتوره بتاعته وبعد ما بيعرفها بنفسه بيقول لها انه شاكك ان هانيبال مخبي معلومات عن مريض عنده اسمه ويل، والمريض ده معانا في الاف بي اي. فمتعشم في حضرتك يا حاجه انك تقولي لي اي حاجه تعرفيها، لان اكيد هانيبال بيحكي معاكي كل حاجه بيعملها. حاجه مين يا ابني؟ انا مش قايل لك حاجه. وبترفض انها تديله معلومات لان ده ممنوع في مهنتهم يا صديقي. بعدها بنشوف ويل مع ابيجيل في المستشفى وبيكلم معاها بخصوص القاتل، وبيعرفها انه القاتل المقلد رجع تاني،
وعايزين يقفشوه وانه محتاج مساعدتها. وقتها هانيبال كان مع الدكتوره اللي بتقول له على اللي حصل مع جاك، وانها ما قالتلوش حاجه خالص، وان ايا كان اللي بيعمله مع ويل لازم يبطله. هانيبال بيقول لها انه صاحبه مش مجرد مريض عنده خلاص وعمره ما يزيه. وللاسف يا صديقي صاحبنا ويل بيروح لهانيبال وبيقول له انه عنده صفاء ذهني حاليا وبيفكر كويس جدا في القاتل المقلد، وبيعرفوا ان القاتل ده ما قتل الدكتور اثناء فحوصاته هو مش كان عاوز يلبس جورجيا الجريمه، وكان بيخطط عشان يلبس ويل هو الجريمه. المشكله انه تحس ان القاتل ده مننا وعارف كل حاجه وكل الجرائم وكل الادله. فبيقول لهانيبال حد زيك يعني؟ ويل بيقول له لا مش انا، هو حد تاني، وبيحكي له اللي هو هيعمله. وبيعرفوا انه عنده خطه كده عشان يقفش القاتل، وهي انه هياخد ابيجيل لمينيسوتا تاني وهيبدا من هناك من عند بيتهم ويعرف دماغ القاتل ماشيه ازاي. هانيبال بيحس انه هيتقفش وشكله ناوي على حاجه كبيره. وقتها جاك بيبدا يشك في كلام ويل وبيراجع جرايم هوبز هو والرجاله تاني، وبيكتشفوا ان كل الجرايم كانت بمساعده ابيجيل لان هوبز كان بيستخدمها كطعم. فبيروح المستشفى لابيجيل، ولكن فريدي قالت له ان ويل كان هنا من شويه واخد ابيجيل ومشي، بس مش عارفه هو خدها على فين. وطبعا لو ويل مش موجود ومحدش يعرف عنه حاجه يبقى مين اللي عارف؟ ايوه صاحبه الانتيم هانيبال. عشان كده جاك بيروح له جري، وهنا الفرصه بتيجي لحاجه هانيبال على طبق من ذهب. ليه بقى؟ لان خطه عمك هانيبال انه يورط ويل في كل الجرايم دي. ايوه هو بيحبه بس هو عارف ان ويل قرب منه جدا وهيكشفه. عشان كده قال لجاك ان ويل حسب الفحوصات هو كويس ومخه سليم، ولكن هو عنده مشكله نفسيه مأثره عليه جدا، وهي انه عنده انفصام حاد في الشخصيه، لدرجه ان احيانا بيلاقي نفسه في اماكن غريبه مره واحده وما بيكونش عارف وصل لها ازاي، وفقد الاحساس بالوقت وباليوم اللي هو عايشه. ازيدك مش شاربت قول يا عم احمد شوقي، ويل هو تقريبا القاتل المقلد اللي احنا بندور عليه كل الوقت ده. يا راجل ازاي بيعرف الجرايم بالشكل السهل والسريع ده يا راجل؟ الا بقى لو هو مخاوي عم جاك، وهو مش مخاوي ولا حاجه. لو عايز دليل على كلامي فويل حاليا مع ابيجيل في بيتهم عشان يقتلها. طبعا الكلام ده كله بيخش دماغ جاك وبيكون زعلان جدا وبيسيبه وبيمشي. وقتها كان ويل وابيجيل وصلوا عند الكوخ، وطلع ويل فوق لمكان الجثه اللي لقاها متعلقه على قرون الغزال قبل كده. هناك بيكتشف ان ابيجيل هي اللي كانت الطعم، وان بسببها مات بنات كتير، وكان عاوز يقتلها. فجأة بنكتشف انه بيحلم كل ده، وان لسه الطياره اللي كانوا راكبينها. المشكله مش هنا، المشكله ان ابيجيل اصلا هربت منه عشان كانت قلقانه منه وخايفه. اما راحت بيتهم لقت هانيبال كان مستنيها هناك. بتروح هناك وبيقول لها ليه سابت ويل، فبتقول له انها ما حستش معاه بالامان. كويس. عايز اقول لك على حاجه، جاك عرف ان انت اللي كنت بتساعدي ابوكي، حاليا هو جاي عشان يقبض عليكي. وعايز كمان اقول لك ان انا القاتل المقلد اللي بيدوروا عليه. لا وكمان انا سفاحه جسبك. ازيتك مش شاربت قول يا عم احمد شوقي، انا لبست ويل كل الجرايم دي وجاك هيتقبض عليه. واحد هيقول لي طب هو اللي بيعمل كل ده ليه بيكشف نفسه ليها؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا اما هيشغلها معاه وده مش هيحصل، يا اما هو ناوي يقتلها وده اللي هيحصل يا صديقي. وبيتاسف لها وانه هيقتلها وكده، يعني انت فاهم. يعني الواحد طبعا قبل ما يقتل حد لازم يعتذر له، يعني دي اصول. هانيبال عنده مبادئ برضه، انت عارف يا صديقي. مش دي المشكله ان بعدها بشويه حلوين كده بنشوف ويل على سريره غرقان دم، وبيروح عند الحوض وبيخرج من بقه ودن بشريه. عارف دي ودن مين؟ هقول لك كمان شويه. هانيبال بيجي لويل لانه اتصل عليه. ساعتها ويل قال له انه كان مع ابيجيل وكان رايح بيتهم، وفجاه لقى نفسه هنا وما حسش بالوقت كالعاده. لما بيخش هانيبال بيقول له ان الودن دي ودن ابيجيل، وشكلك كده قتلتها يا عم ويل وانت مش حاسس بحاجه، واحنا لازم نعرف جاك الموضوع ده. فعلا جاك والرجاله بيجوا بياخدوا ويل، وهناك بيفرلي بتلاقي دم تحت ضوافره وبتاخد عينه عشان تحلله. طبعا محدش مصدق ان ويل يعمل كده، لكن لما بيفرلي قالت له حاول تستخدم قدرتك عشان تقدر تعرف ايه اللي حصل، بيقول انه مش قادر يفكر ولا قادر يستوعب اللي حصل من الادله كلها ضده. لكن الغريب ازاي الودان دخلت جوه بقه بالشكل ده. وقتها جاك بيعرف بلوم اللي حصل وبيقول لها ان الودان والدم اللي تحت ضوافر ويل يبقوا بتوع ابيجيل، وهو كمان اللي تسبب في معظم الجرائم اللي فاتت. تنهار بلوم لانها بتحب ويل جدا، وهي ما حذرت جاك انه ما يخلوش يخش في جرائم بشعه كتير لان ده هيأثر عليه، ولكن جاك ما سمعش كلام. بعدها بلوم راح للزنزانه لويل وقالت له انها مسؤوله عنه حاليا، وانها متاكده انه عمل كل ده وهو فاقد الوعي ومش داري باي حاجه، عشان كده هتعمل له اختبار بسيط وهو اختبار رسم الساعه. فعلا ويل بيرسمها ولكن كالعاده مش منتظمه. عايز اقول لك ان ده بيخلي بلوم تطمن، لان معنى ده انه رسم الساعه وهي مش منتظمه يعني انه اكيد عنده خلل فعال ومش حاسس فعلا بالوقت، وده تمام جدا. اللي مش تمام بقى انهم لما بيفتشوا بيته بيلاقوا ادوات الصيد بتاعته فيها حاجات غريبه. فاكر يا صديقي لما قلت لك ان هانيبال دخل البيت وكان ماسك ادوات الصيد بتاعت ويل، وقلت لك انه ناوي على حاجه؟ الحاجه دي يا صديقي ان هو صنع له ادوات صيد من اللحوم وعظام بشريه تخص الضحايا اللي هانيبال كان بيقتلهم. يعني كده الجريمه لبست صاحبنا ويل. الكلام ده كله جاك بيروح يقوله لويل، وبيقول انه للاسف لبس كل الجرائم بتاعه القاتل المقلد وكمان سفاحه شبك. وبيقول له انه ما كانش تعبان من زمان قوي كده، وانه حاسه انه مش مظبوط من فتره قريبه. ده معناه انه حتى لو ارتكب جرائم هتبقى جريمه او 2 أو 3، لكن كل الجرائم مستحيل. اكيد في حد وقعنا في الحوار ده وانا هعرف، بس مبدئيا يا عم جاك المجرم قريب مننا جدا خلي بالك، وعلى فكره هو شخص عارف كل حاجه تقريبا، كل الجرائم وكل التفاصيل. ده معناه انه حد مننا.
طبعا جاك مش مصدق كل الهري ده. بعدها بياخدوا ويل عربيه الترحيلات عشان يودوه المستشفى بتاعت المجرمين النفسيين اللي كان فيها دكتور جيديون. وقتها ويل بيفك نفسه وبيهرب من العربيه. وقتها كانت بلوم بتوري جاك وهانيبال رسمه ويل. هانيبال بيقول لها الله غريبه يعني، ده كان بيرسمها كويس، بص حتى بص يا جاك هو اللي رسمها رسمه منتظمه يوم ما فيهاش حاجه، وكان رسمها من اسبوع او 2 تقريبا يعني. فجاك بيقول له ده معناه انه بيعمل نفسه مريض يعني عشان يخرج نفسه من القضيه دي. الله اعلم عم جاك بقى، شوف انت سافه كمان الراجل ده يا جدعان. الله برنس عم هانيبال ده برنس والله. المهم بعد ما الرجاله بيمشوا من عند هانيبال بيلاقي هانيبال ويل موجود عنده وبيحكي له على كل حاجه، وبيقول ان في حد بيخطط له من زمان عشان يوقع في المشاكل دي، وبيطلب منه انه يوديه عند بيت هوبز. وفعلا راحوا هناك. ويل بيبدا يسترجع كل اللي حصل وبيحلل كل حاجه ومين اللي كان معاه طول الوقت، وبيربط الخيوط ببعضها وبيكتشف في الاخر ان مفيش غير شخص واحد هو السبب. ايوه يا صديقي، بيكتشف انه هانيبال هو السبب، وبيوجه المسدس عليه وبيقول له انه متاكد انه هو اللي عمل كل ده. ولكن للاسف وقتها بيجي جاك لان هانيبال كان مبلغ عن ويل، ولما بيشوف المنظر ده ومن غير مقدمات بيضرب ويل طلقه في كتفه. بعدها بيروح المستشفى، ولما بيقول لجاك ان الاطباء اكتشفوا ان ويل عنده التهاب في المخ زي بلوم ما قالت، وانهم هيبداوا في مرحله العلاج. بعد ما ويل بيخف من طلقه المسدس بيروح المستشفى بتاعه المجرمين بتاعه المرضى النفسيين، وهناك بيروح هانيبال. هو بيقول له ازيك يا ويل، عامل ايه؟ طبعا ويل مش هيسكت يا صديقي، والموسم الثاني هيبقى مجزره. وبالنسبه لي الموسم الثاني كان احلى من الموسم الاول، لان في ناس كتير جدا بتقول لك ان الموسم الاول احلى، ولكن بالنسبه لي الموسم الثاني احلى. وصدقني هتشوف ملخص في الموسم الثاني جامد جدا يا صديقي. عشان كده اعمل اشتراك واعمل لايك واستنى الموسم الثاني قريب جدا 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 جدا، في خلال يومين بالكتير هتلاقيه نزل على القناه، وان شاء الله يكون موسم قوي. ما تنساش يا صديقي تعمل اشتراك في القناه عشان تعب ان الواحد بتعبه ده. انا صوتي راح انا والله صوتي راح بجد. وما تنساش انك مهما الدنيا ضاقت بيك اعمل خير وقرب من ربنا وكله هيبقى تمام. اشوفك في الفيديو الجاي، الله السلام.